ايه 1 2 3 4. كاينين بحال هادو دير لهم 10000 درهم واخا الزاد، كنا كنبيعهم ب 15000 درهم دير لهم 10000 درهم. هادي بديت دير لها 13000 درهم اللي تحيد فيها 5000 درهم صافي. واحده اخرى مثال حتى هي على البروموسيون دير لها 12000 درهم. 12000 درهم هادي دايره تقريبا واحد 23000 درهم في الجديد. والله كتبان لي حاجه نقيه. جديده نو كنهضروا على الجديد حنا دابا. واش هذه مستعمله ولا ما مستعملاش؟ لا جديده ما مستعملاش. وشوف هو باقي لي لومبراج ديالها ومسائل ديالها، وانت كتشوفها باقي جديده اخي. انت ها الكي المانويال ديالها. واخا علاش هذا الثمن هذا؟ تابع دابا الريتوشات بحال هادو. هذا هو الثمن هذه الريتوشات هذه. انت واحده اخرى مثال حتى هي هذه باقي نقيه. هذه ما فيها حتى شي حاجه. هذه تيدخلها للبروموسيون وهذيك تبقى ب 17 دير لها 14 هذه 10. ها هي كاينه اليوكي هنا بدا قداش. ها اليوكي يوكي يونايتد كينغدوم. وي السؤال ديالكم هذه ميطال هذه نورمالمون الثمن ديالها انيسيال 23000 درهم، هنايا كتبقى ب 13000 درهم بروموسيون، لانه كي قلنا كاينين دي بتي روتوش ها هما فيها. نورمالمون يا اما كتكون تقاس فاش كتكون اكسبوزي او لا المومون ديال الترونسبور كتكون تقاس. هذه البروموسيون كنا كنديروها ب 30000 درهم. هذه راه هنايا في لي سيرفاس حتى من 40000 درهم ما تديهاش. هذه كتسمى سامسونج تيغوار، هذه لا كاباسيتي ديالها كبيره، هذه فوق من 700 لتر. دونك كتشوف معايا تبارك الله راه سباسيال فيها دو تيغوار كبار، كونجيلاتور تاعهم كبار. هاهو 3 كومبارتيمون ديال الكونجيلاتور اللي فيها. هذه كتبقى ب 8000 درهم اخر الثمن. هذه نورمالمون كتباع ب 10000 درهم، ولكن حنا في لا بروموسيون لونسيناها ب 7000 درهم. دونك اللي بيجي الاول راه كاينه جوج حبات منها. واخا هذه جديده ولا مستعمله؟ لا هذه جديده. هذه ولاش الثمن هذا؟ الروتوش ديالها فين هو؟ هذه تقاست عام ديال الدار. هذه ليسانس حتى هي كتباع ب 15000 درهم نورمالمون، لانه سايد باي سايد فيها ديستريبيتور وكلها تاكتيف. دونك سيتي نوفيل جينيراسيون ديال ليسانس. هذه حتى هي دايرينها بروموسيون كنخليوها باخر الثمن ب 10000 درهم 10000 درهم، انه لو نوار غير غوايه سيرتو في الثلاج. وغادي نهبطوها ل 8000 درهم. غادي نهبطوها ل 8000 درهم. وحده جوج في النوار هما اللي بقاو. ليسانس ها هو باين. هذه اخر ثمن كتبقى ب 5000 درهم وجديده. هذه 5000 درهم. حنايا دابا هادو كيتسموا دي توينز ب 10000 5000 الوحده. بالنسبه لهاد الليسانس مالوغوزمون 70 سنتيم ما بقاش عندنا ديسبونيبيليتي ديالها لانها مطلوبه في السوق بزاف. 70 سنتيم تباعت. هذه راه واحد لا ديغنيغ جينيراسيون ديال ليسانس سايد باي سايد ميتال تكنولوجي كولينغ، يعني ميتال من الداخل 50% ديال ليكونومي دينيرجي. انفيرتر موتور انفيرتر تكنولوجي سيتادير لو بلي ايكونوميك بوسيبل اللي يمكن لكم تلقاو في الثمن ديالها. هذه كتباع نورمالمون 16 17000 درهم، كتبقى عندنا هنايا ب 12 جهه تقريبا واحد 6000 درهم ولا 7000 درهم وجديده ناف. الثمن ديالها جديده والثمن ديالها جديده فوق من 23 24 درهم ما تبعكش. ها هي يمكن لك تشوف كاع لي ريفيرونس ديالها. المنتوجات ديالنا اكسبورتي من لا غروند بروتاني من الانجليز. المعايير ديال بريطانيا راهم بوحدهم، راه غير افاق مع المعايير. كاين بزاف الناس تيقولوا بانه ما كاينش فرق بين السلع موجهه للاستهلاك الافريقي والسلع موجهه للاستهلاك البريطاني. شنو الفرق؟ كاين فرق كثير استاذ، كاين فرق كثير. كاين فرق ديجا. اول حاجه في لا ماتيير بروميير، المواد الاوليه اون جينيرال دو بروميير كاليتي، كلشي دو بروميير كاليتي وتا لا دوغي دو في. يعني الاستهلاك يعني السلع الموجهه للاستهلاك الافريقي كتكون اقل جوده من السلع الموجهه للاستهلاك الاوروبي. وهادشي اش كنفسروا حتى الثمن تيكون مرتفع في بريطانيا على المغرب. لا ماتيير بروميير اللي كتختلف حتى التاريخ كيختلف. يعني الناس اللي غيستافدوا معنا من هاد العروض ديال بدي شوكومنت غيديو اعلى جوده بثمن ديال الهمزه. دابا الاخوان كما كتشوفوا بان مجموعه ديال الثلاجات واخا عندنا متوفرين هنا في المخازن ديال شوكومنت، الا انهم كنلقاوهم تباعوا ولا محجوزين. فسرعوا من اجل انكم تستافدوا من هذا العرض. يعني الوقت راه مهم، وحتى بالنسبه لكم نتوما ما تلقاوش مفاجات ولا تلقاو ثلاجه تعجبكم وتلقاوها تباعت.
بالنسبه للنعت ديال المحل جهازات المنزليه البريطانيه بريتيش ايكيبمون، فالناس اللي جايين من جهه ديال لاكار غادي تجيو على طول الطريق اللي كتجي من لاكار حتى الكوسموس. كيف كتشوفوا كدوزوا على اول العسكر وكتكملوا طواله حتى كتوصلوا للرون بوين ديال الكوسموس، كدوروا معاه على اليسار وكتكملوا نيشان على طول هذا الشارع اللي هو شارع العيون حتى كتوصلوا في الران تراب. كتمشيو طواله، اول دوره على يديكم اليمين كدوروا معاها وكتمشيو بضع امتار وكتلقاو المحل ديال التجهيزات المنزليه البريطانيه. فمرحبا بكم.